كل واحد فينا له حياة واحدة بس بيعيشها. طيب لو بقت حياتك أبدية هل هتكون سعيد؟ هل هتحس إنك محظوظ؟ ولو الموت ما كانش النهاية بالنسبة لك وكان مجرد فترة انتظار بترجع بعدها للحياة تاني، يعني هتكون إنسان خالد، بس هتشوف كل اللي انت بتحبهم بيموتوا واحد ورا التاني عادي يعني لما يجي الدور عليهم، وتفضل انت عايش حياة ورا حياة وما بتموتش. ساعتها لو خيروك بين إنك تكون خالد أو تكون فاني زي باقي الناس، هتختار إيه؟ خصوصا لو حياة حد عزيز عليك كانت بتتوقف على اختيارك ده. لو اخترت إنك تفضل عايش حياة ما فيهاش موت، ساعتها لازم تسأل نفسك، هل الحياة هتكون بنفس قيمتها في عينك؟ في الحقيقة إن الحياة عزيزة لأننا ببساطة كلنا هنموت، ومفيش حد فينا هيكون سعيد لو خلد في الدنيا. بالعكس، الحياة هتكون أكبر عذاب بالنسبة له، لأننا هنفضل نعاني من ألم الفراق لكل اللي حبيناهم واللي هيموتوا قدام عينينا. ده احنا حتى هنفقد أي أمل في إننا نقابلهم مرة تانية بعد الموت. الفكرة دي هي محور فيلمنا النهاردة، فيلم بينوكيو، وهي إن الإنسان اللي بيحب حب حقيقي ممكن يضحي بأي حاجة عشان اللي بيحبه، حتى لو كانت الحاجة دي حياته، ومش أي حياة، لأ، حياته الأبدية. الفيلم بيحكي قصة جيبوتو النجار العجوز اللي عايش حياة سعيدة وهادية مع ابنه كارلو اللي عمره 10 سنين. كارلو اللي كان في عين أبوه الطفل المثالي، اللي صحيح إنه شقي وبيقضي وقت كبير في اللعب زي باقي الأطفال، لكن مع كده كان طفل مطيع وحنين وبيسمع كلام أبوه. ومش كده وبس، ده كمان كان بيساعده في شغله. جيبوتو العجوز كان بيحب المثالية والكمال في كل شيء، حتى كوز الصنوبر اللي كارلو لقاه وكان عاوز يزرعه عشان يكون شجرة كبيرة. جيبوتو نصحه إن هو يلاقي الكوز المثالي الكامل اللي ما فيهوش ولا حتة ناقصة. وفي يوم مشؤوم كارلو كان بيساعد أبوه جيبوتو في شغله في الكنيسة، وكانت إيطاليا في حالة حرب وضربت الطيارات الكنيسة بطريق الغلط، وده كان وقت الحرب العالمية الأولى. وبيموت كارلو وبتموت معاه كل حاجة حلوة في حياة جيبوتو، اللي أصبح بقى إنسان محطم عايش على ذكرى ابنه وبيتحسر، وما بيملكش غير البكا والأمل في رجوع ابنه ليه مرة تانية. وزرع جيبوتو كوز شجرة الصنوبر بتاعت كارلو جنب تربة ابنه، واللي بقت بعد كده شجرة كبيرة. اللي بيحكي لنا القصة سباستيان الصرصار، وسباستيان كاتب قصص كان بيدور على مكان يكتب فيه مذكراته، واختار قلب شجرة الصنوبر عشان يعيش ويكتب فيها. وسمع سباستيان جيبوتو العجوز وهو بيبكي على ابنه اللي ما قدرش ينساه، بس مش هو لوحده اللي سمع جيبوتو وتأثر لحزنه، في كمان أرواح الغابة كانت بتسمع وبتراقب جيبوتو الحزين. وقرر جيبوتو اللي بدأ يفقد عقله بسبب كتر الشرب والحزن إنه يقطع شجرة الصنوبر ويعمل منها كارلو من جديد. وفعلا بيعمل عروسة خشب وبعدها بينام من كتر الشرب والتعب، وبتظهر شخصية الروح الطيبة اللي بتحرس الغابة واللي اتأثرت لحزن جيبوتو على ابنه، وبتمنح العروسة الخشب الحياة عشان يعوض العجوز جيبوتو عن ابنه اللي مات ويكون ونس وسعادة ليه. وسمته بينوكيو، وطلبت من سباستيان اللي كان بيسكن قلب الشجرة اللي بقت قلب بينوكيو إنه يخلي باله منه ويعلمه الصح من الغلط، ووعدته إن هو لو نجح في مهمته هتحقق له أمنية واحدة يتمناها. وسباستيان كان بيتمنى إنه ينشر كتابه ويحقق الشهرة والغنى، فوافق على عرضها. بينوكيو زي أي طفل بيتصرف بعفوية وشقاوة وفضول، وتقريبا كان بيخرب كل شيء وعاوز يكتشف كل شيء حواليه زي أي طفل. ولما بيصحى جيبوتو وبيلاقي الحياة دبت في العروسة الخشب اللي عملها، ما كانش مصدق عينيه. ولما سأله انت ايه، رد بينوكيو انا ابنك اللي كنت بتتمنى انه يرجع تاني عشان يفرحك ويونسك. لكن جيبوتو ما كانش متقبل ده ورد عليه لأ، انت مش ابني. بعدها جيبوتو سلم بالأمر الواقع وتقبل وجود بينوكيو العروسة الخشب، بس قرر انه يحبسه لانه كان بيخرب كل شيء، وراح للكنيسة. لكن بينوكيو بيكسر الباب عشان يروح الكنيسة ورا أبوه، وسباستيان نصحه إنه لازم يسمع كلام أبوه، لكن بينوكيو زي أي طفل ما كانش بيسمع الكلام وراح للكنيسة. ولما شافوه أهل البلد جات لهم حالة ذهول، إيه ده؟ عروسة خشب بتمشي وتتحرك وتتكلم زيهم كمان؟ وافتكروه شيطان. لكن جيبوتو حاول يفهمهم إنه مجرد عروسة للتسلية،
لكن القسيس بتاع الكنيسة طرده هو والعروسة الخشب بتاعته واتهموه إنه ملعون ومشعوذ. شخص مهم بيظهر وليه دور مهم في الأحداث هنعرفها بعد شوية، وهو البوديستا اللي كان بيسيطر على البلد وكان عنده نفوذ كبير. بيروح هو وقسيس الكنيسة لبيت جيبوتو علشان يتأكد إن العروسة مش مصدر تهديد للبلد، وطلب البوديستا من جيبوتو إن بينوكيو لازم يروح المدرسة عشان يتعلم ويبطل بقى يمشي في كل حتة في البلد ويسبب الرعب للناس. جيبوتو كان بيتعامل مع بينوكيو على إنه عروسة من خشب الصنوبر، لكن مش مثالي بصورة كافية، وبينوكيو كان رافض إنه يتعامل على إنه عروسة خشب، وكان شايف إنه ما يختلفش عنهم في حاجة، وإنه صحيح مصنوع من الخشب بس ممكن ياكل ويشرب زيهم، وصحيح إن هو كان جسمه من خشب، وصحيح إن هو ما كانش ابن كامل أو مثالي في عين جيبوتو، لكن مع كده كان مليان بمشاعر الحب والطيبة والعطف على أبوه. بيظهر بعد كده في الأحداث إثبات زاتورا، وهو قرد كان بيعلق إعلان عن المهرجان اللي بيتنقل من بلد لبلد، وبيشوف بينوكيو، بيشوف عروسة خشب بتتكلم لوحدها وتتحرك من غير خيوط زي اللي بيحركها ويخليها تتكلم بلسانه في المهرجان، وبينقل اللي شافه ده للكونت فولبي صاحب المهرجان، اللي اعتبر بينوكيو العروسة المعجزة الفرخة اللي هتبيض له دهب واللي هترجع له أيام مجده وشهرته وتخلي الفلوس تنزل عليه زي الرز، وتقوم المهرجان اللي كان بيخسر بسبب فقراته اللي ما بقتش تجيب همها. وبيراقب بينوكيو من بعيد لبعيد بعد ما القرد دله على مكانه. بيطلب جيبوتو من بينوكيو إن هو يروح المدرسة واداه كتاب لابنه كارلو علشان يتعلم منه، وطبعا إسباستيان كان بيلازمه دايما وبيعرفه يعني إيه مدرسة وإيه اللي هيتعلمه فيها. وبيعرف بينوكيو من إسباستيان إن كارلو كان ابن جيبوتو اللي ضاع منه من سنين طويلة وسبب كل الحزن والألم لجيبوتو العجوز. الكونت فولبي اللي كان بيراقب بينوكيو بيظهر فجأة قدامه وبيوهمه إنه هو النجم اللي بيدور عليه، وإنه هيكون الكينج بين النجوم على مسرح المهرجان، وإنه هيلف الدنيا معاه، وبيغريه بالحاجات اللي بتفرح العيال الصغيرة زي الشوكولاتة السخنة والفشار، وإنه هيتسلى ويلعب كتير. لكن سباستيان بيحاول يقنع بينوكيو إنه لازم يسمع كلام أبوه ويروح المدرسة، لكن إغراء فولبي كان أكبر، شوكولاتة وفشار وكده بقى، وفولبي عشان يضمن إن بينوكيو مش هيسيبه بيخليه يمضي على عقد بيلزمه إنه يشتغل معاه وإلا هيدفع تعويض كبير. وبينوكيو اللي ما بيعرفش يقرأ ولا عارف حتى يعني إيه عقد بيمضي ببراءة وحسن النية، حتى إن إمضته كانت عبارة عن رسمة وش بيضحك. وبيعرف جيبوتو من البوديستا إن بينوكيو مراحش المدرسة وبيدور عليه، وبيعرف من سباستيان إنه راح المهرجان وبيروح وراه. بينوكيو بيقدم أول عروضه قدام الجمهور اللي بينبهروا بالعروسة الخشب اللي بتغني وتتحرك من غير خيوط. وجيبوتو لما بيسأل بينوكيو ليه ما راحش المدرسة، بينوكيو بيفضل يكذب ويخلق قصص وحكايات، وفضلت مناخيره تكبر وتكبر من كتر كذبه لحد ما بقت شجرة وطرحت كمان. وتعلم بينوكيو حاجة جديدة، إن اللي بيكذب مناخيره بتكبر. جيبوتو وفولبي كل واحد فيهم قعدوا يتخانقوا على بينوكيو، كل واحد بيشده ناحيته، واحد شايف إن هو اللي صنعه والتاني شايف إن هو اللي اكتشفه. وبيقع بينوكيو على الأرض وبتخبطه عربية البوديستا. بينوكيو بيموت وبيلاقي نفسه في مكان غريب، في أرانب شايلاه في تابوت وبيقولوا عليه المرحوم، وهو مش فاهم أي حاجة. بيخرج من التابوت وبيقول لهم أنا عايش، فبيشاوروا له على باب بيدخله، بيقابل اللي هنسميها اللي بتعالج الميتين، واللي تبقى أخت روح الغابة الطيبة اللي منحت بينوكيو الحياة. وبيعرف منها إنه طفل مصنوع من خشب، وإنه جواه روح مش بتاعته، وإنه ما كانش المفروض إنه يكون له حياة أصلا، لأنه ببساطة معمول من خشب زي أي كرسي أو ترابيزة. عشان كده مش ممكن يموت فعلا زي أي حد، عشان هو مش ولد حقيقي زي كارلو، وإنه عشان كده هيموت مرات كتير، بس مش موت حقيقي، ممكن نسميها فترة انتظار بيرجع بعدها للحياة تاني، بس في قواعد معينة لازم يمشي عليها، وهو إنه لازم يستنى الرمل الأزرق لما ينزل من الكورة اللي فوق للي تحت، حاجة كده تشبه الساعة الرملية. وفعلا بعد ما بينزل للرمل بيرجع بينوكيو للحياة مرة تانية. والبوديستا لما بيشوف ده وبيعرف إن بينوكيو خالد ما بيموتش، بيشوف إنه لازم يروح الحرب لأنه الجندي المثالي، لكن فولبي بيعترض على كده لأن في عقد بينه وبين بينوكيو ماضي عليه ولازم يلتزم بيه. جيبوتو بيقاطعهم هما الاتنين وبياخد بينوكيو للبيت، بس كان حاسس إن هو شايل هم كبير. من ناحية فولبي هدده
إنه هيطلب منه تعويض وفلوس كتير لو منع بينوكيو من الشغل معاه. ومن ناحية تانية لازم بينوكيو يروح الحرب زي ما أمر البوديستا. وبينوكيو كان مبهور بفكرة الجندي اللي هيروح للحرب، فاكرها تسلية. بس جيبوتو بيصرخ في وشه إن الحرب مش زي ما انت فاكر، دي كابوس مرعب، وإنها أخدت منه كارلو، وإنه صنعه عشان يكون زي كارلو، وإنه ليه ما بيتصرفش زيه. فبينوكيو بيرد عليه بعفوية لأنه مش كارلو. وجيبوتو بيصرخ في وشه أكتر وبيقوله أنت بقيت عبء كبير عليا. بينوكيو بيسأل سباستيان يعني إيه عبء؟ فبيقوله إنه كلام بيقولوه الأبهات لما بيحسوا باليأس وقلة الحيلة، وبيبقوا فاكرين إن ده اللي يقصدوه فعلا، بس لما الوقت بيمر بيعرفوا إنهم ما يقصدوش فعلا الكلام اللي قالوه. لكن بينوكيو بعقل الأطفال ربط الكلام ببعضه، وفهم إن جيبوتو لما قال كده كان فعلا يقصد كلامه، وإنه ما بيكدبش لأن مناخيره ما كبرتش، وحس إن هو عبء كبير عليه. وبينوكيو عشان بيحب جيبوتو قرر إن هو يشتغل مع فولبي ويبعت لأبوه الفلوس، وبكده مش هيروح للحرب، وكمان مش هيخلي أبوه جيبوتو حزين. وفعلا بيرجع بينوكيو لفولبي المستغل بتاع مصلحته عشان يشتغل معاه، وبيطلب منه إنه يبعت نصيبه من الأرباح لأبوه بينوكيو. وفولبي بيوعده إنه هيبعت لأبوه الفلوس، وبينوكيو بيصدقه. جيبوتو لما بيصحى بيحاول يعتذر لبينوكيو بس ما بيلاقيهوش، وبيعرف من سباستيان إنه راح المهرجان عشان يشتغل ويبعت له فلوس، وإنه هرب منه لأنه حس إنه عبء عليه. وسباستيان بيواجه جيبوتو إن هو أعمى القلب ما شافش حب بينوكيو ليه، وإن صحيح إن بينوكيو محتاج يتعلم ويعرف حاجات كتير، وإنه صحيح مش الابن المثالي، لكن كفاية إنه بيحبه حب حقيقي. وإن جيبوتو ما قدرش يحبه زي كارلو، وطول الوقت مش شايف غير خسارته وحسرته على كارلو، ومش شايف الحب الحقيقي اللي قدامه بين إيديه، وإنه جه الوقت اللي لازم يتصرف كأب حقيقي. وفعلا بيشعر جيبوتو بخسارته لبينوكيو، وبيقرر إنه يدور عليه ويرجعه لحضنه تاني. وفضل يدور عليه ويسافر وراه من بلد لبلد لحد ما عرف إنه هيقدم عرض في كاتانيا، وهي بلد لازم يروح لها بالبحر. وبيلاقي مركب بيطلب من الرئيس بتاعها إنه يوديه للبلد اللي فيها المهرجان، بس رئيس المركب بيحذره إن البحر فيه وحش عملاق بيبلع المراكب باللي فيها. بس جيبوتو بيترجاه إنه لازم يروح للبلد دي عشان يلاقي ابنه. وفعلا بتمشي بيهم المركب في البحر، وبيظهر الوحش العملاق وبينط رئيس المركب منها، وبيبلع الوحش المركب باللي فيها. جيبوتو وسباستيان في بطن الوحش فضلوا عايشين، ومع كل اللي حصل ده جيبوتو كان متفائل وكان عنده أمل في إنه هيقابل بينوكيو مرة تانية، وإنه أكيد هيدور عليه وينقذه. ده حتى بينسى إنه هو في بطن الوحش وبيصطاد سمكة عشان يشويها. من ناحية تانية فولبي كان بيستعد إنه يقدم عرض قدام موسوليني اللي كان بيحب العرايس، وألف أغنية مخصوص عشان العرض، طبعا أغنية كلها مدح وتملق للدوتشي موسوليني. وبينوكيو بيوعده إنه هيقدم أحسن عرض قدام الدوتشي، وبيفكر فولبي المحتال إنه يبعت فلوس لأبوه جيبوتو اللي بيضحك عليه كالعادة، وبيفهمه إنه بعت فلوس لأبوه. والعرايس اللي كان بيحركها القرد إسباتزاتورا قال لبينوكيو على لسان العرايس طبعا إن المهرجان ده مش مكانه، وإنه لازم يرجع لبيته. لكن بينوكيو رد عليهم إنه لازم يشتغل ويتعب علشان يبعت فلوس لأبوه. حاولوا يفهموه إن فولبي بيضحك عليه وما بيبعتش أي فلوس لأبوه، بس بينوكيو بيدافع عن فولبي وبيتهمهم إن هم بيغيروا منه لأنه الكينج عليهم. وفولبي بيسمع الكلام ده وبيعرف اللي بيخطط له القرد اللي كان بيغير من بينوكيو، فبيعذب القرد وبيضربه. وبينوكيو بيتدخل وبيدافع عن القرد الغلبان لأنه شريكه في العروض وبيقدر يخلصه من إيديه. مش كده وبس، ده هدده إنه هينسحب من العرض قدام الدوتشي، وهيرجع البيت يسأل أبوه إذا كان بعتله فلوس ولا لأ. وهنا بيظهر الوش الحقيقي للكونت فولبي، وبيطفح باللي جواه ناحية بينوكيو وقال له فوق لنفسك، انت حتة عروسة خشب، وصحيح إن محدش بيحركك بالخيوط، لكن هفضل أتحكم فيك زي ما أنا عاوز. وبيفهم بينوكيو بس متأخر قوي إن فولبي ضحك عليه وما بعتش أي فلوس لأبوه، وعايزه بس عشان يستفيد منه على قد ما يقدر. بينوكيو بيقرر مع القرد إن هم ينتقموا من فولبي، واتفقوا إن هم يغيروا في كلام الأغنية اللي بدل ما هي كانت عن مجد الدوتشي وعظمته بقت كلها كلام مقرف ومضحك عن الدوتشي، اللي لما سمع الأغنية قرر إن هو يضرب بينوكيو بالرصاص ويولع في المكان وتدمر المهرجان باللي فيه، وخسر فولبي كل حاجة.
فولبي ما كانش فاهم إن كل حاجة بتترد لصاحبها، وإن كله سلف ودين، وزي ما احتال على بينوكيو وأكل حقه وضحك عليه، كان لازم يجي عليه اليوم اللي هيخسر فيه كل حاجة. مرة تانية بيلاقي بينوكيو نفسه في المقبرة إياها، ونفس الأرانب. إيه الملل ده؟ ده الموت ده حاجة مملة جدا. دي كانت فكرة بينوكيو عن الموت، والأرانب بتشاور له على الباب إياه. خلاص يا جماعة، أنا حفظت، بقيت من أهل البيت. بينوكيو كان مبهور بنفسه جدا، عشان مفيش حاجة بتأثر فيه ولا ممكن تموته، ولا عربية بتدوسه، ولا رصاص ولا حريق بيأثروا فيه. هما شوية تعب صغيرين بيرجع بعدها للحياة تاني. بس اللي بتعالج الميتين حاولت تفهمه إن اللي هو شايفه حظ كبير هو في الحقيقة عبء كبير. ييه، الكلمة دي تاني؟ أنا ما بحبهاش يا ست انتي. قالت له إن الحياة صحيح فيها كتير من المعاناة، بس المعاناة دي بتخلص زي ما الحياة بتخلص. أما بقى لو الحياة أبدية، فالمعاناة هتكون برضو أبدية. بينوكيو ما كانش فاهم أي حاجة من كلامها. كل اللي كان بيفكر فيه إنه يرجع للبيت ولأبوه. فسألته: هتعمل إيه لو ما شفتش أبوك تاني؟ لكن بينوكيو أكد لها إنه هيشوفه. إيه يعني اللي هيمنعه من كده؟ فقالت لبينوكيو إن أنت صحيح حياتك أبدية، بس الناس اللي بتحبهم حياتهم قصيرة ومصيرها هتنتهي، وإن اللحظة اللي بتعيشها معاهم ممكن تكون الأخيرة. بينوكيو بيحاول يفهم قصدها إيه، بس كان ميعاد رجوعه جه. البوديستا بيقرر إن هو ياخد ابنه كاندلويك وبينوكيو للحرب، وكان شايف إن بينوكيو عنده أكتر من اللي يقدر يقدمه أي حد غيره، عشان كل واحد عنده حياة واحدة بس ممكن يقدمها لوطنه. أما بينوكيو فكان عنده أكتر من حياة ممكن يقدمها. البوديستا كانت مشاعره جامدة، وكان شايف إن كاندلويك ابنه طفل جبان، وزرع في ابنه إن اللي بيخاف من الحرب يبقى جبان، رغم إنه طفل وعادي يعني إنه يخاف من أي حاجة. وبينوكيو بيتصاحب مع كاندلويك اللي كان متأثر بمعاملة أبوه ليه، عشان كده كان عاوز يثبت له إنه شجاع ورجي يروح الحرب. وبيحاول بينوكيو إنه يواسيه ويفهمه إن أبوه بيحبه، وما يقصدش كلامه اللي قاله، وإنه هو من جواه بيحبه. كاندلويك كان بيخاف من الموت عادي زي أي حد. أما بينوكيو بقى فكانت فكرته عن الموت إنه شوية تعب صغيرين ورملة زرقاء وأرانب بتلعب كوتشينة. البوديستا بدأ يدرب الأطفال وقسمهم لفريقين، كاندلويك في فريق وبينوكيو في الفريق التاني، وفهمهم إن في الحرب كل فريق عدو للفريق التاني، يعني لازم يكون في فريق كسبان والتاني خسران. أما البنادق اللي كانوا بيتدربوا بيها كانت محشية بويا ملونة، والقنابل كانت مليانة ورق. وبدأ التدريب، الأطفال بيضربوا بعض بالبنادق المليانة بويا، وكأنهم بيلعبوا وبيضحكوا على مناظرهم والبويا على وشهم. وكان مطلوب إن الفريق الكسبان يعلق العلم على البرج. كاندلويك وبينوكيو بيقدروا يوصلوا مع بعض في وقت واحد. كل واحد كان ماسك علم بلون غير التاني، ولما كل واحد شد العلم من التاني ضحكوا، لأن كل واحد فيهم أخد علم زميله. وفي الآخر علقوا العلمين مع بعض، ونسيوا إن هما بيتدربوا، ونسيوا كلام البوديستا إن علم واحد بس هو اللي هيتعلق، وهو علم الفريق الكسبان. طبعا البوديستا ما بيعجبوش الكلام ده. كاندلويك شاف إن هما متعادلين وإن هما الاتنين فازوا، لكن البوديستا بيطلب من كاندلويك إن هو لازم ياخد المجد بإيده ويقتل بينوكيو بالمسدس اللي كان عارف إن هو محشي رصاص حقيقي. لكن كاندلويك بيرفض وبيتحدى أبوه اللي كان بيعايره إن هو طول عمره جبان. لكن كاندلويك بينفجر فيه وهو منهار، وبيقوله إنه طول عمره كان بيحاول يرضيه، بس كان بيفشل في كده، وإن هو رغم الجبن اللي بيتهمه بيه بس عنده الشجاعة إنه يتحداه ويرفض طلبه. والبوديستا بيرميه على الأرض وبيحاول يقتل بينوكيو، لكن كاندلويك بيضرب أبوه بالبندقية اللي كانت محشية بويا. في الوقت ده فولبي بيلاقي بينوكيو اللي رجع يدور عليه، وبيربطه عشان يحرقه وينتقم منه. وبينوكيو بيستنجد بالقرد إثبات زاتورا اللي بيفتكر إن بينوكيو خلصه قبل كده من إيد فولبي ودافع عنه، وعشان كل حاجة حلوة أو وحشة لازم تتردلك، بيدافع القرد عن بينوكيو وبيفكه وبيتهجم على فولبي. وبيقع بعد كده القرد وبينوكيو في البحر، والوحش العملاق إياه بيبلعهم. وفجأة بيلاقي بينوكيو نفسه قدام جيبوتو أبوه وسباستيان، وبياخدوا بعض بالحضن، وبيحاولوا يفكروا إزاي يخرجوا من مناخير الوحش اللي كانت بعيدة عنهم، وكان لازم لهم جسر طويل عشان يوصلوا لها. وهنا بينوكيو فكر إنه يعمل كوبري بمناخيره، ففضل يكذب ويكذب لحد ما عمل فعلا كوبري طويل، وبيقدروا يخرجوا من مناخير الوحش، وبيلاقوا نفسهم في المية،
والوحش بيحاول يبلعهم مرة تانية فبيفجروا بينوكيو، وأبوه بيغرق وبيصارع الموت وبينوكيو بيموت. المرة دي بينوكيو لما مات ما كانش مبهور زي كل مرة، وعرف إن الموت ممكن ياخد جيبوتو أبوه اللي بيحبه، فكان كل همه إنه يرجع بسرعة علشان ينقذ أبوه. بس اللي بتعالج الميتين قالت له إنه لازم يستنى، وإن كل مرة هيموت فيها هيستنى فترة أكبر من اللي قبلها قبل ما يرجع للحياة تاني، وإن هو ما ينفعش يكسر القواعد دي، وإنه لازم يستنى لما الرمل كله ينزل. بينوكيو قال لها مفيش وقت، لازم أرجع علشان أنقذ بابا، فحذرته إن هو لو رجع قبل ميعاده وكسر القواعد هيكون ولد حقيقي، وهتكون دي آخر حياة هيعيشها، لو مات بعدها مش هيرجع تاني أبدا. لكن بينوكيو ما بيهتمش بكلامها، وبيطلب منها إنها ترجعه بسرعة، وبيكسر بينوكيو القواعد بنفسه، وبيرجع تاني بيلاقي نفسه في البحر، وأبوه بيصارع الموت وبيقدر ينقذه، بس مع الأسف بيموت بينوكيو لآخر مرة. كلهم عاشوا، جيبوتو وسباستيان والقرد إسباتزاتورا، لكن بينوكيو مات. وبيبكي جيبوتو على بينوكيو وبيتمنى إنه يرجع تاني، فبتظهر له روح الغابة وبتقوله إنها وهبت بينوكيو الحياة عشان يساعده، فقال لها إنه هو فعلا إداله سعادة كبيرة وعوضه عن كارلو، وطلب منها إنها ترجعه تاني. لكنها قالت له إن بينوكيو ضحى بحياته واختار إن هو يبقى ولد حقيقي عشان يقدر ينقذه، وإن الولد الحقيقي لما بيموت ما بيرجعش تاني. وعشان بينوكيو كان طيب وضحى عشان أبوه يعيش، وعشان كل حاجة بتترد لصاحبها، بيضحي سباستيان وبيتنازل عن الأمنية الوحيدة اللي وعدته الروح الطيبة إنها تحققها له لو نجح في إن هو يعتني ببينوكيو ويرشده للصح. سباستيان صحيح كان بيحاول يعلم بينوكيو، لكن هو اتعلم منه أكتر لأنه كان ولد طيب. وإذا كان بينوكيو ضحى بحياته، فأقل حاجة إن هو يضحي بالشهرة والثروة عشان يرجعه. وفعلا الروح الطيبة بترجع بينوكيو تاني للحياة، وبقى ابن حقيقي لجيبوتو. جيبوتو فهم إن كل واحد ليه طبيعة مش ممكن تتغير أو تتصبغ بطبيعة تانية، وفهم إن بينوكيو مش ممكن يكون كارلو أو أي شخص تاني، وآمن إن بينوكيو هو بينوكيو، وإنه بيحبه زي ما هو كده، لأنه بينوكيو كفاية إنه بيحب حب حقيقي، وإنه مش لازم يكون ولد مثالي عشان يكون جدير بحبه وأبوته. وعاش الكل مع بعض سعدة لحد ما كبر جيبوتو أكتر وأكتر، وجات الساعة بتاعته ومات، وبعدها سباستيان والقرد سباتزاتورا، لأن الموت كان هو النهاية الطبيعية الحتمية واللي تقبلها بينوكيو في رضا. وبينوكيو أكيد في النهاية مات هو كمان، لأنه أصبح ولد حقيقي، وهي دي طبيعة الحياة اللي احنا لازم نقبلها، إن في موت في نهاية كل حياة. ونتقابل في فيلم جديد.